السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل ان شاء الله بامية اهي. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا اهي. هنعملها. طبعا جمعت منها شوية اهي. بسم الله. هجمع منها اوريكم كده. هنعمل بامية ان شاء الله اهي. تيجي تجمعيها نفس النظام كده اهي. طبعا ان شاء الله هنعمل بامية، هطبخها قدام حضراتكم واوريكم كل يعني خطوة بخطوة، وهندس ان شاء الله، وهنعملها مثلا باللحمة ان شاء الله بأمر الله، وهوريها لكم. طبعا انت بتجمعي البامية كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. مفيش احلى من كده طبعا بأمر الله. هجمع دي كلها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اما اخلص تجمعها اهي، هجمعها كلها. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. هخلصها، هخلص الكمية دي اهي. وهي اللهم صل على النبي اللي انا مجمعاها اهي حبايبي اهي. تبقى زي دي كده. واول ما اخلصها الكمية دي هرجع لكم وهوريكم خطوة بخطوة بأمر الله وانا بطبخ. رجعت لكم يا حبايبي اهو. طبعا بتحط اللحمة بتديها صدمة، يعني مثلا عشان تتشوح تديها صدمة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل مثلا حتة لحمة بشوربة والباقي في الايه، في البامية ان شاء الله اهي. طبعا انت بتحطي عليها بصلاية اهي، عاملها 4 كده بصلتين. بسم الله. طبعا نحط عليها شوية فلفل، نحط فلفل اهو، شوية فلفل يعني كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بتجيبي اللهم صل على النبي، يعني حاجة بسيطة كده، شوية توم وطعمها. بسم الله. نشوحوها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. تغير لونها بس، يا دوبك حبة فلفل ومعلقة توم يعني بصلتين كده حلوين اهو. غيرت لونها هي. طبعا الصلصة دي مش لها كلها يعني للبامية. بسم الله. تبقى شربتها حمرا حلوة كده اهي. بسم الله. طبعا بتتشوح بيها، بتنشف خالص لغاية لما تبقى بسم الله ما شاء الله. البصلة بتحمر اهي، اقلبها واحط لها يعني معلقة توم كده واقلبها معاها. طبعا لما هي البصلة تحمر كده يعني شوية تصفر يا دوبك كده، طبعا بنزل فيها الحتتين اللحمة اللي فاضلين اشوحها معاهم وانزل عليها بالصلصة اهي. بسم الله اهي. هنا حطيت برضو اللحم بالعظم اهي اهي. الشوربة دي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. طبعا هي ايه، هتتشوح لغاية لما الطماطم دي تنشف منها، تشرب ميتها يعني بالفلفل بفصين الثوم والبصل وكده. بعد كده هتحط لها ميه سخنه لغايه لما تستوي. يعني هي لسه فيها هي الصلصه، هي تاخد وتدي معاها لغايه ما تستوي ان شاء الله اهي. هتغلي. طبعا هكون انا بحمر البصله اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. واول
شاء الله لما تحمر شويه اهي. اللهم صل على النبي. اول ما تدبل كده وتحمر معانا انزل عليها حتتين اللحمه دولت هنا، وتاني بقى ايه اول ما تيجي تستوي حط لها الطماطم. يعني هي لما اسبك لها هحطها كده في الطماطم، شويه الطماطم بعد ما تتحمر هنا، واشوح اللحمه فيها واحط لها الطماطم. وتاني بقى حاطه لها بقى يكون غسله الباميه اللي انا جمعتها اهو اهي. بسم الله ما شاء الله جميله جدا اهي اهي. اغسلها اهي يا حبايبي. متني ان شاء الله سقطها بقى لما بص الاقي اللحمه استوت. يعني البصله بدات تحمر معانا اهي شويه بس صغيره، وهتني راجعه لكم تاني. احمرت معاكم اهي يا حبايبي اهي. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. طبعا هنزل الزورة كده بسم الله اهي. اهي خليها تشوح. طبعا احط لها معلقتين كده تشوح معاها فيها طعم وريحه جميله جدا اهي. نحط شويه فلفل، نحط شويه صغيرين هنا. متكتريش بهارات في الاكل، بتغطي على الاكل. تحس ان انت بتاكلي حاجات حاميه، حاجات بهارات يعني البهارات اللي طعمها فيها. لكن لما تيجي يعني تحط الحاجه مظبوطه في البهارات بتحس بطعم الاكله. هحط لها الطماطم اهي بسم الله اهي كمان صغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي اهي. طبعا هي الصلصه هتتسبك باللحمه. طبعا هزودها بميه سخنه لغايه لما تطيب. اللهم صل على النبي. طبعا الباميه اهي هغسلها طبعا لما اللحمه تستوي ان شاء الله، لان الباميه تاخدش طياب زي اللحمه اهي. وعبال ما تتسبك وكده هرجع لكم يا حبايبي. طبعا رجعت لكم يا حبايبي. قطعت هنا اهوت بصلتين هما زي الطرنشات كده ماشي اهي. تعمليها زي الحلقان كده عشان ايه احط مع البطاطس إيه، يعني اعمل مع البريمه صينيه بطاطس صغيره كده. اللي يحب ياكل ايه مع البريمه بالبطاطس، الباميه بقى بالعيش برز عادي اهي. يعني مش كتير يعني اهو. تحط لها بقى حبه فلفل بسم الله اهو. معلقه ثوم، معلقه ثوم اهي. وحبه ملح بسم الله الرحمن الرحيم. تمسكي بقى ايه تفركيها كده بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بتبقى طعمها احلى طبعا اهي. كده بتبقى ايه بتاخد الطعم والريحه الثوم والبصل والفلفل اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما تخلصها كده اهي البطاطس اهي، يعني حبه بسيطه كده على قد الصينيه.
على الصينية. بسم الله. طبعا ايه، انا حطيت البطاطس طبعا مع البصل والثوم والفلفل وكده، تقلبها كده شويه عشان البصل والثوم والفلفل يشربوا البطاطس، تشرب منها اهي. بسم الله. بتحط شويه ثوم كمان عليها. طبعا حاطين البصل والفلفل والثوم والملح وكله. شويه الفضلين الطماطم اهو تحطيها. بسم الله. اللهم صل على النبي. اهي. طبعا حطيت معلقتين سمنه على الوش اهوت يا حبايبي. طبعا عايزين تولعوا على البوتاجاز عليها او تحطها في الفرن ماشي، عايزين تحطها على كده ماشي في الفرن. طبعا عندي اللي بريم الرز اهي، طبعا هغسلها اهي، هغسل الرز وكده، وبعد كده ان شاء الله وهجيب اللبن بالقشطه بتاعته وهوريها لكم وهولع الفرن واوريها لحضراتكم. غسلت طبعا الرز اهو يا حبايبي، رجعت لكم تاني. غسلت الرز اهو زي الفل اهو. طبعا انا بحط اللهم صل على النبي، الرز بجيبه احط مثلا لغايه نصه كده عشان ما يبقاش الايه البرام تقيل اهو. تحطي لغايه العيار اهو، العيار بتاعه اهو ماشي، تحطيه. اللهم صل على النبي. بتجيبي اللبن بالقشطه بتاعته وتني ايه. بسم الله اهو. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. هفضلكوا اول جرام كده، اول جرام ووريهولكوا اهو. بسم الله. طبعا بتمليه لغايه العيار بتاعه، حطي الملح بتاعه. طبعا انتي اللبن بالقشطه بتاعته، طبعا انت بتحطي اول ما يشرب اللبن بتاعه في الفرن ويحمر بتسقيه بقى بالسمنه، وتشوفي بقى العيار بتاعه عاوز شويه لبن تاني، حبه ميه تاني كده يعني اهوت كده. انا عملت اهو. اللهم صل على النبي. طبعا بتحطي شويه ملح اهو. بسم الله. دي عيار البرام. طبعا انا هعمل كل البرامه دي وهوريها لكم وانا بحطها في الفرن ان شاء الله. ورجعت لكم تاني يا حبيبي. طبعا ولعت على صينيه البطاطس اهي وعلى البرامه اهي. بسم الله ما شاء الله. طبعا هتشرب اللبن بالقشطه وكده. انا غسلته وحطيت اللبن بالقشطه والملح وحطيت اهو في البريمه وصينيه البطاطس اهي. ورجعت لكم يا حبايبي. طبعا زيت البريمه سمنه اهي. بسم الله ما شاء الله. ما احتاجتش والله اسقيها ولا اي حاجه. الرز بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ريحته جميله وطيب خالص. انا قلت بس ازيه، حبيت اوريهولكم، قلت اما اسقيه بالسمنه اهو. بسم الله. مش احلى من كده. وهورده بقى في الفرن. بسم الله اهو. هرده في الفرن ان شاء الله يتلدن بس يشرب السمنه بتاعته، وبعد كده ان شاء الله هوريهولكم يا حبايبي. ورجعت لكم تاني يا حبايبي. طبعا دس اهو دسين البريمه والباميه باللحمه اهي. اللهم صل على النبي. مفيش احلى من كده والله. طبعا اللحمه لما طابت واتسبكت حطيت الباميه وحطيت الملح وفلفل طبعا عليها واستوت وزي العسل اهي. بسم الله ما شاء الله. واللحمه بالشوربه اهي. طبعا بألف هنا وشفا. طبعا اللي ياكل مع الرز البطاطس، اللي ياكل مثلا اللهم صل على النبي بالباميه، بألف هنا وشفا. يا رب الفيديو ينول اعجابكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.